بصوا يا جدعان، دلوقتي انا فاتح 8 فتحات ومعايا 200 كويس، ما اخبيش عليكم، فانا هجرب واتمنى يطلع لي حد ايبك من الاخر. يعني ده اخر 200 كوين، بعد كده ان شاء الله لما نبقى نجمع يعني هنشوف اذا كانت وين ولا لوز. فيا رب تبقى بيج وين. انا نفسي في ديفيد بيكهام الصراحه على ماكاريلي، لكن روزيسكي والله نبقى نجرب قدام لو طلع لنا يعني، ونقول بسم الله يا رب. بسم الله. ها سودت. بتوديك وتجيبك، بتوديك وتجيبك. ماشي، اخر 100 كوين. بسم الله يا رب. الله، ايوه بقى. مين؟ دوري انجليزي 5 نجوم. اكيد مش ماكاريلي، اكيد بيكهام. اوف، روزيسكي والله كويس. روزيسكي ورودري. انا مش عاوز اكتر من كده في 10 فتحات، يعني مفيش حظ اكتر من كده. انا كده ختمت الحظ، مع ان والله كان نفسي يطلع ديفيد بيكهام، بس ارقام الواد ده اكيد يعني مش طبيعيه. الكارت يا جدعان، اللعبه دي بتصمم كروت ارقامه بدون تطوير، من الواضح كده هو ابداع في صناعه اللعب. عندك التحكم في الكوره هيبقى مرعب، الاستحواذ هيعلى، التمرير منخفض. دولت اهم حاجه اصلا خط النص. فتعالوا نشوف بعد التطوير هيوصل كام في التشكيله. وزي ما انتم شايفين رسميا روزيسكي 99 جوه التشكيله. تعالوا نشوف ارقامه هتبقى عامله ازاي. 99 تحكم في الكوره، انتوا متخيلين؟ ده الكوره هتبقى لازقه في رجله. جايب الكوره 92، استحواذ في مساحات ضيقه 96، التمرير منخفض 93. يعني ارقام خط النص اعتقد مفيش حد هيكون في نفس الارقام دي، الا مثلا ممكن يكون مثلا كيفن دي بروينا او ليونيل ميسي لو انت هتحطه في المكان. هل الارقام دي هتبقى موجوده فعليا في ارضيه الملعب؟ ده اللي هنبقى نشوفه ان شاء الله في فيديو منتظر يجمع ما بين روزيسكي ورودري خط النص. اعتقد ده هيبقى نار وشهاره.